السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا في قناتي كما كتشوفوا معايا هنا كيلو ديال الكاوكاو ما كاملش. غنكب عليه شويه ديال الزيت. انا كنفضل انني نحمرو في الفران، بامكانكم تقليوه. هنا كنخلطو باش تخليه الزيت مزيان. هنا وجدت السكر مطحون، طحنت السكر وذوبت الزبده، وكاينه القرفه معانا وماء الزهر. دابا من بعد ما تحمر ليا الكاوكاو ديالي مزيان في الفران، دابا غنبداو نطحنو فيه. غنطحنوه وهو سخون، ما غنخليوش يبرد. من بعد ما طحناها غنزيدو ماء الزهر. دابا 4 ديال المعالق ديال ماء الزهر. غنزيدو الزبده اللي ديجا ذوبناها، 3 ديال المعالق ديال الزبده. وغنزيدو دابا السكر مطحون، 2 ديال المعالق، 3. وانتم كيفاش كتبغيو الحلاوه. دابا القرفه ضروريه. هنا درت 2 ديال المعالق ديال القرفه. دابا غنطحنو الكل. شوفوا كي كتجي معينكه، كتجي ما كتجيش ناشفه. هنا جبت الورقه ديالي دهنتها بالزبده. هنا كنبدا نشكلها بهذه الطريقه. بامكانكم ديروا اي طريقه بغيتوها. كنبقاو على نفس الطريقه حتى نكملو. كنقطعها قطع اللي هي صغيره. وكنكملو بنفس الطريقه. دابا كندهنوها بشويه ديال الزبده وغندخلوها للفران، نشعلو لها من الفوق ومن التحت. من بعد ما خرجتها من الفران كنكب عليها العسل وهي سخونه باش تشربو مزيان. كما كتشوفوا معايا من بعد ما بردات كنقدموها بالصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه خليو لي شي تعليق زوين بحالكم، وضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصل لكم دائما الجديد ديالي. شكرا لكم بزاف على المتابعه والمشاهده ديالكم ليا لهذا الفيديو، والى اللقاء. دمتم في امان الله.